السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبيبي يا رسول الله، مرحبا بكم في مطبخ أم عائشة. أم عائشة إن شاء الله رايحة تشارك معكم اليوم طرط اللوز الإسبانية، واللي بزاف حبوني نشاركها معهم على القناة، واليوم حبيت يعني نشاركها معكم بكيفية سهلة وبمكونات موجودة في كل بيت. وبسم الله على بركة الله نبدأ في الوصفة. هنا 130 غرام لوز، حبيتي اللوز حبيتي الكوكاو، يعني كيف كيف. اليوم أنا شاركتها معكم بالكوكاو. كما راكم تلاحظوا نرحي قدامكم الكوكاو باش تشوفوا القوام تاع اللوز ولا الكوكاو يكون كيما الطعام، ما يكونش رقيق بزاف، ما يكونش خشين. هذا هو القوام تاع الكوكاو كيفاش يكون. ما عندكش هذا الرحيوه سيدتي ديري الغوبو ومن بعد غربليه ولا على حساب الغوبو ديالك. نرحي هذيك الكميه نتاعي كما راكم تلاحظوا، يعني هاد الرحيوه راني شريتها من الجرف، هذه سبيسيال للوز والكوكاو. نبداو هنا في الوصفه فيها 3 بيضات، خرجيهم من الفريجيدير باردين وفصليهم وخليهم ياخذوا درجه حراره الغرفه. قرصه الملح، قرصه الملح بالضروري. نجيبوا باتور يعني ما تضربيش بحاجه واحده اخرى، الباتور. نحط على دفعات هذيك 90 غرام نتاع السكر ونضرب حتى يطلع عندنا ونتحصلوا على القوام المطلوب، يعني على دفعات كما راكم تلاحظوا في الفيديو. يعني كما قلت لكم هاد الوصفه راهي عندي من زمان وتفكرتها ودرتها لكم على الفيسبوك، واليوم حبيت نشاركها معكم على اليوتيوب. وتبعوا النصائح يا البنات وبقوا معايا لاخر الفيديو باش تنجح لكم. ها هو تحصلنا على القوام المطلوب. نجيبوا صفار البيض نتاعنا نحطوه كذلك على دفعات ونضربوه بالباتور يا البنات، وحده مورا الاخرى. ندخلوا هذاك صفار البيض كما راكم تلاحظوا. نجيبوا لافاني نتاعنا نحط واحد القطرات، ما عندكش الفاني هذه حطي ساشي تاع سكر فاني فقط، ساشي يكفي. نضربوا هذيك لافاني حتى تدخل في المكونات اللي راهم عندنا. الان كملنا من الباتور تاعنا خلاص، يعني الان نحطوا هذاك اللوز تاعنا ولا الكوكاو. قلنا راني نكتب لكم الوصفه في صندوق الوصف، راكم توجدوها مكتوبه في اسفل صندوق الوصف. دخلي هذاك الكوكاو المرحي بهاد الطريقه، من الاعلى للاسفل او من الاسفل للاعلى فقط. هذا واش فيها، يعني هذه الطريقه ضروريه كي تحطي اللوز ولا الكوكاو ما تضربيش بالجهد، هاي طيح فقط واحد 4 تدويرات ولا 5، هذا ما كان، ما تكتريش. ها هو القوام المطلوب. كما قلت لكم البنات راكم مسخنين الفرن على 160 درجه، راه يسخن، انت راكي تحضري في الكيكه نتاعك. نجيبوا المول، هنا المول يكون بالضروري مشرشف. هذا المول انا عندي في اكثر من 30 سنه. تديري فيه الزبده وتدردري عليه الفرينه وتحطي الدهني هذاك الوسط وتحطي عليه بابي كويسون، تكوني قطعتيه على شكل دائري، والورق تاني تزيدي تدهنيه وتحطي عليه الفرينه. نحط العجينه نتاعي كما قلت لكم. هاد ليمول ما راهمش كاينين، كاينين هادوك اللي يكونوا شويه هابطين، كي حطي فيه وديريه في صينيه ودخليه
للفرن ربما يفيد لك، ربما ما تحليش الفرن ما تفتحيش يا سيداتي حتى تنضج الكيكه. الان نجو نحطوا رقائق اللوز فوقها، شويه رقائق اللوز، ما عندكش ديري رقائق الكاوكاو اللي عندك، نحطوا فوقه فقط. هذه هي كما قلت لكم، المول يكون مشرشف، المول يكون بالضروري مشرشف باش تجي هي الكيكه الاسبانيه تجي هكذاك بالمول المشرشف. نحطوا كما راكم تشوفوا داك اللوز، نجيبوا شويه سكر، حوالي نصف ملعقه ولا ندردروها باش كي تشعلي عليها النار الفوقانيه تقريه شويه. نحطوها في الفرن كما قلت لكم على 160 درجه، حوالي من 20 الى 25 درجه. وكي تشعلي النار الفوقانيه وقفي حداها مام با واحد 20 سكوند هكذاك. ها هي الكيكه نتاعنا ما شاء الله لا قوه الا بالله. كما قلت لكم جات روعه روعه روعه، جات خيال، يعني اللي تذوقها عندي يهبل عليها، يعني فور في البنه. دردري عليها شويه سكر كلاص، سكر رطب، ما حبيتيش خليها كيما هاك. كاين اللي ما يبغيش سكر، انا درت عليها هي الكيفيه كيما هاك، يجي عليها السكر ناعم كما راكم تشوفوا، غير شويه، ولا ما بغيتيش ديري ما ديريش، يعني خيال قمه قمه قمه. كما قلت لكم يا البنات راني نتسنى التعليقات، وما تنسونيش باللايك لايك للفيديو باش يوصل للناس كامل. هنا نقطع لكم واحد المرسو من هاد الكيكه، جات خفيفه تهبل، دوك تشوفوا كيفاش جات. ها هي، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وتردوا عليا يا البنات، واللي خاطر شحال وحده قالت لي نجربها. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو ما خير. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.